ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير او مش بخير، مش هتفرق، بس تفرق معايا انا. في عز النهار دخل الجامعه بسلاح، قتلها وخرج عادي ولا كانه بيتكرر. ماتت في وسط الجامعه قدام الجميع، ولا كان الموت بقى يهز كيان حد. لو عايز تعرف اللي حصل في مبنى رعايه الشباب كليه الاثار، تابعنا الحلقه ديت. بس ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب، وتتابعنا وتعمل تعليق ولايك للصفحه لو انت على الفيسبوك والانستجرام. يلا بينا. حادث مأساوي حزين في كل العبر. يوم الاربعاء اللي فات صحيت نورهان زي اي موظفه عشان تروح الشغل، مسكت موبايلها عشان تطفي المنبه، لقت الرساله اللي متعوده عليها بقالها اسبوع: صباح الخير يا نورهان، ما تتاخريش النهارده عشان هقتلك. خافت واتفزعت، بس هتعمل ايه؟ لبست وراحت شغلها، بس ما كانتش تعرف ان المجرم النهارده هينفذ بجد. وصلت شغلها وبدات تجهز شغلها، لقت الباب بيتفتح ودخل عليها زميلها احمد بمسدس وضرب عليها 6 طلقات نافذه، ماتت في الحال. ايوه 6 طلقات زي ما انت سمعت، ولا كانها قتل عيلته كلهم وجاي ياخد بالطار منها، وكاننا يا صاحبي عايشين في غابه. استغربت وهتستغرب اكتر لما تعرف السبب. واحد يقول لك طب والناس فين؟ وازاي يسيبوه يعمل كده؟ وفين امن الجامعه؟ وقتلها ليه اصلا؟ الناس فين؟ الناس كانت واقفه واتصدمت من الموقف، لانه كان موقف مفاجئ للكل حرفيا. ولما جيهم يهاجموه ويتحركوا هددهم بالمسدس وقال لهم اللي هيقرب هقتله زيها بالظبط. امن الجامعه فين؟ ده سؤال غلط. السؤال الصح ازاي امن الجامعه اصلا دخل واحد بمسدس حرم الجامعه؟ هعمل ايه انا بتحرك امن الجامعه مع المجرم بعد ما الضحيه ماتت خلاص؟ افترضنا ان هو اتمسك او اتقتل، ده هيرجع الضحيه اصلا؟ وخد المفاجاه الثانيه بقى، ان احمد المجرم خرج من قلب الجامعه ومن قلب بوابه الجامعه ولا كانه كان بيتكرم جوه ومروح عادي. عمل ليه كده اصلا؟ حواديت كتير هتسمعها، زي ان هو كان بيحبها وهي رافضاه، عايز يتجوزها وهي رافضه، والكلام ده كله نفاه ابو نورهان وزمايلها في الشغل. والقصه الحقيقيه حسب كلام الشهود ان احمد كان زميل نورهان في قلب الشغل، وحصل خلاف بينه وبين المدير، ولما الموضوع اتحول للتحقيق طلب نورهان للشهاده، وكانت شهاده نورهان ضد احمد لانه كان احمد غلطان في مديره. فالباشا قرر ينتقم. اول حاجه عملها مع نورهان حرق ليها العربيه بتاعتها. اداره الجامعه قررت ايه؟ قررت نقله في مكان اخر كعقاب ليه. هنا حس ان الموضوع ما خلص، وحس ان هو عايز ينتقم اكتر واكتر، فقرر يبعت لها كل يوم الصبح رسائل تهديد لمده اسبوع كامل. تقوم نورهان تقفل المنبه بتاعها تلاقي رساله جايه من احمد بيقول لها فيها: صباح الخير يا نورهان، هقتلك النهارده ما تتاخريش. حد يقول لي طب ما راحتش تبلغ ليه وما حدش اتحرك ليه؟ هقول لك انا ما اعرفش بصراحه هي بلغت ولا لا، بس اكيد بلغت بعد حادث حرق العربيه. المهم قتل احمد بعد ما قتل نورهان قرر يهرب ويروح مرسى مطروح، وهو في الطريق لقى كمين، فبيساله بطاقتك فين ورخصتك فين؟ احمد قام طلع المسدس وضرب نفسه بالنار. لحد هنا وتقريبا الموضوع بالنسبه لك خلص، لكن بالنسبه لي انا لسه ما خلص، لان كان ممكن احمد يعمل مليون جريمه في اليوم ده. كان ممكن يقتل زمايله كلهم لو كانوا اتدخلوا وحاولوا يحموا نورهان منه. المطلوب تغيير امن الجامعه كامل، لان امن الجامعه هو اللي سمح لاحمد بالدخول بمسدس حتى لو كان من غير قصد. دم البنت ديت في رقبه كل امن كان واقف على البوابه في اللحظه اللي دخل فيها احمد عشان يقتلها. كل اللي في جامعه القاهره وكل اللي خرج منها وكل القديم والجديد من الطلاب عارفين ان جامعه القاهره بيخش فيها ناس كتير مش متأيدين جوه الجامعه اصلا، وبيخشوا يتحرشوا بالبنات ويضايقوا الناس جوه. فيا ريت يحصل اهتمام بالجامعه دي اعرق جامعه في مصر. تاني حاجه، اي رسائل تهديد تجيلك نصيه او على الانترنت توصل بيها لاقرب اسم شرطه وتعمل بلاغ عشان الشرطه تبقى جاهزه وتقدر تتحرك في اي وقت. تالت حاجه واهم حاجه بالنسبه لي، وهي الاولى بالنسبه لي وحبيت اختم بيها بس الحلقه، ان الناس بقت بعيده عن ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة ان الشيطان بقى يتحكم في الناس حرفيا. واحد عمل حاجة مش عاجباك او اذاك او ضايقك او حتى شهد ضدك حتى بالحق او بالظلم، اول حاجة بتقرر تعملها تقتله. عندك مشاكل في البيت، مش قادر تاكل عيالك، عندك اي مشكلة، اول حاجة تفكر فيها الانتحار. ده كله بسميه بعد عن الدين، بعد عن ربنا سبحانه وتعالى. ما عندكش يقين ان الله سبحانه وتعالى هيحل لك المشكلة مهما كانت كبيرة. لازم كلنا نبدأ نفكر ونحسب حساباتنا كويس ونرجع لربنا سبحانه وتعالى، لان لا ملجأ الى الله الا اليه. وفي النهاية نحب ندعي بالرحمة والمغفرة لنورهان، وندعي للجميع بالهداية. ما تنساش لو انت بتتابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعمل لنا متابعة وتشير الحلقة، ولو عجبتك الحلقة تسيب لنا تعليق جميل شبهك. سلام.